الصيف داخل علينا جامد السنة دي، لازم تشرب مية كتير بقى الفترة الجاية عشان صحتك بقى وكده انت عارف. فاكر حلقة كوباية شاي لما قلت لك ان الشاي هو تاني اكتر مشروب بيتشرب في العالم بعد المية؟ ده معناه بقى ان المية هي اكتر حاجة بتتشرب في العالم. هاشتاج بديهيات. طيب تعال اقول لك على حاجة، تعرف بقى احنا كمصريين بنستهلك مية قد ايه؟ حسب موقع اسمه ووتر فوت برنت كالكوليتور عمل تقرير بيقول فيه ايه بقى؟ اننا كمصريين سنة 2023 كان المعدل اليومي لاستهلاك المية يقدر بحوالي 971 جالون، يعني تقريبا 3676 لتر في اليوم الواحد، يعني تقريبا كده اكتر من مليار و300 مليون لتر في السنة لكل فرد، سواء بقى الاستهلاك كان بشكل مباشر او غير مباشر. خلي بالك احنا هنا بنتكلم على دولة واحدة بس، شوف بقى استهلاك باقي دول العالم عامل ازاي، ولا دول بقى عندها تعداد سكاني ضخم زي الصين والهند الاستهلاك بتاعها هيكون عامل ازاي. وانا وانت زمان اخدنا في المدرسه ان كوكب الارض بيتكون من 71% ميه و29% ارض يابسه. طب بعد اللي قلت لك ده كله ما سالتش نفسك ليه نسب الميه ثابته ومش بتتغير ومش فارق معاها كميه الاستهلاك ده كله؟ على فكره منسوب الميه ثابت ومش هيقل ولا حاجه. هو الميه بنستخدمها بشكل مستمر وبتدخل في كل حاجه في حياتنا تقريبا، لكن بالرغم من كده نسبتها ثابته ومش بتتغير وبنلاقيها متوفره بشكل طبيعي جدا. وفي العادي هتلاقي البحار والمحيطات والانهار الميه فيها ثابته من زمان لحد دلوقتي مهما زاد الناس او اتغير الزمن على الكوكب. طبعا ده مش سحر ولا حاجه، بس الموضوع لافف شويه. عمرك سمعت عن حاجه اسمها الدوره الهيدروليجيه؟ طبعا غالبا ما سمعتش، بس ايه حكايه الدوره دي بقى؟ دي يا سيدي دوره جيوكيميائيه حيويه. ايه يا عم الكلام ده؟ هو انا فهمت الاولى علشان تقول لي الثانيه؟ اصبر بس عليا كده وتعالى ناخدها واحده واحده. لو جينا بصينا لاسم الدوره دي هنلاقي ان هي بتجمع ما بين ثلاث حاجات: الجيو من علم الجيولوجيا اللي هو علم الارض، وكيميائيه من كيمياء واضحه يعني، والجزء الاخير الحيويه من علم الاحياء. حلو، بس انا برضو ما فهمتش ايه الدوره الجيوكيميائيه حيويه دي. بص يا سيدي، اي دوره عرفتها او لسه تعرفها معناها مجموعه احداث بتحصل بالترتيب وفي الاخر بترجع لنقطه البدايه. تعالى بقى ناخد مثال كده مع بعض، انك تبقى ماشي في الشارع وتبص تلاقي بواب العماره بتاعكم واقف بيسقي الزرع عادي. طيب اولا الميه اللي بيستخدمها دي مصدرها ايه؟ الحنفيه، سهله يعني. طيب ميه الحنفيه دي بقى جايه منين؟ الله ينور عليك، من النيل. وعلشان هي اسمها دوره يبقى لازم يكون في آلية معينه ترجع الميه دي تاني للنيل، صح ولا ايه؟ اسمع واحد بيقول لي واحده واحده بقى عليا علشان انا مش فاهم ايه اللي هيودي ميه الجنينه للنيل. طيب تعالى نرجع تاني للبواب اللي بيسقي الزرع. الميه بقى اللي بتنزل على الزرع بتتوزع لثلاث اجزاء، جزء منها هينزل على الارض ويفضل ماشي في التربه بسبب عوامل زي الجاذبيه والقنوات الارضيه، والجزء ده بقى من الميه بيبقى نهايته سيناريوهين ملهمش تاني. اول واحد وهو ان الميه دي توصل لتجمع ميه تحت الارض نقدر نعمل منه بير او نطلع مياه جوفيه، او تاني حاجه انها تفضل ماشيه في القنوات الارضيه دي لحد ما تلاقي ترعه تنزل فيها، او بمعنى صح ترجع للنيل من تاني. الجزء التاني بقى من الميه اللي بينزل على الارض فده غالبا بيتبخر نتيجه تعرض التربه لحراره الشمس، وده اللي بنلاحظه بعد لما الارض بتجف بعد فتره. وبخار الميه ده زي ما احنا عارفين بيتجمع وبيعمل سحب. اما الجزء الثالث من الميه واللي هيكون النبات امتصه عن طريق الجذور فده بيدخل جوه النبات، والنبات بيستخدمه في عملياته الحيويه وبناء الانسجه. لكن في النهايه الميه اللي امتصها النبات بيفقدها برضه سواء في عمليات التبخر او النتح او حتى لما النبات يتقطع ويجف. البخار بقى اللي عمال يتجمع من كل مكان ده بيبتدي يكون مجموعه من السحب، والسحب دي تبتدي تتجمع مع بعض بشكل معين وفي مكان معين وتبتدي تتكاثف وتنزل لنا المطر. وقيس على ده كل حاجه لو دخلت فيها الميه هتخرج من تاني باي طريقه وتبدا تتجمع وتنزل تاني في المطر بشكل طبيعي. حتى ان علميا معروف ان نسب الميه في جسم الانسان الطبيعي ثابته مش بتتغير، ده لان كل قطره زياده بتخش الجسم بتخرج من تاني بطرق كتير. يعني مثلا لو في مكان على الارض بيستهلك كميه معينه من الميه هنلاقي في نفس الوقت منابع وامطار بتعوض نفس الكميه دي من الميه، بس ده طبعا مش مبرر اننا نصرف في استهلاك الميه على الفاضي. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصانا وقال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. وبس كده. كان معاكم مصطفى محمود. متنساش بقى لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وشير وتقول لنا بتشرب كام ازازه ميه مشبره في اليوم. سلام.